في حاجات الواحدة لو عملتها علاقتها بالراجل اللي معاها ده ما بترجعش زي الأول أبدا. الراجل ممكن يتحمل الزعل، يتحمل الخناق، لكن في حاجات معينة بقى بتكسر جواه حاجات كتير ومستحيل إنها ترجع زي الأول. أولهم إنك تفضحيه قدام الناس، ده عمل كذا وكذا وكذا وكل اللي احنا عارفينه. حتى لو عمل حاجة تضايقك ما ينفعش أبدا إنك تهنيه أو تكسري صورته قدام اللي حواليه، لأن الراجل بيحس إنه ليه قيمته وإن صورته بتكون محفوظة في عينيك. تاني حاجة، لما تقارنيه براجل تاني، شوف فلان ده بيعمل إيه لمراته أو خطيبته، الكلمة دي لوحدها بتقفل قلبه، لأنه هيحس إن مهما عمل مش هيعجبك، وإنك مش شايفاه خالص وشايفة غيره أحسن منه. تالت حاجة، لما تسيبيه أو تحاولي تكسريه بالصمت أو تتجاهليه أو تهمليه، في فرق كبير جدا بين إنك تاخدي مساحتك وإنك تعاقبيه بإهمالك، لأن الراجل لو حس إنك بتتجاهليه عن عمد بتبدأ تقل مشاعره تجاهك وبيبعد واحدة واحدة عنك. رابع حاجة، لما دايما تشتكي منه تقلبي في الموبايل بتاعه وتراقبيه وتسأليه رايح فين جاي منين كنت مع مين والأسئلة دي. خدي بالك، الشك بيهدم الحب وبيدمر الثقة ما بينكم، بدون ثقة طبعا مفيش علاقة بتنجح. فلو كنت بتحبيه فعلا يبقى تاخدي بالك جدا من كام حاجة اللي قلتهم، من تصرفاتك كمان، لأن الكلمة أو التصرف اللي بتكسر أوقات كتير ما بتتصلحش. فلو حسيت إنك غلطانة مش عيب أبدا إنك تعتذر، ولو اتكلمت معاه بحدة خدي خطوتين لورا ووضحي بهدوء، إنما بلاش تكبري في الغلط أو تسمعي الكلام حد تاني مش عايز الخير ليكم، وساعتها مش هتعرفي قيمة ده إلا لما العلاقة لا قدر الله تنهار ما بينكم.